بس هذه عجيبة هذه، ويمكن البعض ما يتحملها حتى من الشيعة. حاجة في منتهى الغرابة، نشوفها مع بعض. علي كان مع الأنبياء. علي كان مع الأنبياء، وعلي ذو القرنين سلام الله عليه. أنا فاهم الأولانية لما هتقولي الثانية. الحيوانات الخيل صح سيدي. أمثالكم يبعث فيهم أنبياء بحسب مستواهم. عمالين تفهموا الشعب كلام غلط. لا، الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم وبيوت اللي شغلوكم ولا جابوكم ولا استضافوكم في تلفزيونات تخرفوا. بل هناك نظرية أن الأشجار أيضا منها مؤمن وكافر برضو. الحيوانات كلها تحشر، ولها جنة ونار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. السجن جنات ونار وأنا المغامر والغمار. الآن الخضر يأخذ أوامره من الإمام المهدي سلام الله عليه. انت شو الخرابيط اللي قاعد تقولها؟ شو الخرابيط هذه اللي قاعد تسويها؟ تصدقون يا جماعة الخير هذا وين قاعد يكذب كذاب؟ نبينا وأهل البيت عليهم السلام فوق العصمة، فوق العصمة. ونبينا صلى الله عليه وآله عرج به 120 مرة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ الملائكة يدل على أن فيهم من يعصي الله عز وجل. هذه لمن هم ما قبلوا الأمر الإلهي واعترضوا على الله عز وجل، هذه مو معصية. الله يطيح حظك. هل الإمام المهدي سلام الله عليه يعلم بوقت خروجه؟ نعم يعلم. عنده غرفة هو، وإن يعيش الآن بالمدينة، مستأجر غرفة، باني غرفة في غرفته. الآن واحد يقول أنتم الشيعة ليس عندكم سند للقرآن. عمي أنتم قرآنكم اللي طابعينه شيعي. والقرآن الذي يتوارثه الأئمة الذي جمعه وعلي عليه السلام عند الإمام المهدي هو يظهره. اديني عقلك. عائشة ساذجة. كيفاه؟ عائشة ساذجة. الله يصفر وجهك ان شاء الله. بورتمالور. الصراعات اللي كانت بين نساء النبي صراعات حادة، يكسرون مواعين بعضهم، يشدون بعضهم بشعرهم. روح اختني يا جدي ماك، روح ولا نسقي كل البوليس يجي ودوك. اختي دلوقتي. سمعت؟ طيب، هل هناك مانع عقلي أو شرعي من وقوع أزواج النبي بالفاحشة؟ أبو خالد من الجزائر. نحن نقول أنه إذا كانت يعني الفاحشة علنية لا، نحن نمنعها، تأثر على سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه زوجته كذا. ممكن سرا، هذا ممكن أنه يصدر منه. علي وشيعته هم الفائزون. ممتاز ممتاز. عايز اقصاء توفيق عكاشة واستبعاد توفيق عكاشة، فيطلع توفيق عكاشة داخل جهنم وبئس المصير. يا عم عيب، يا عم، يا عم ما يصحش. ده الناس دي بتسيء للإسلام، ده الناس دي بتختزل الإسلام وبتقوقعه. شيخنا، هل صحيح ان يوم الجمعة مخصص للعبادة، يعني ما يصير نشتغل به
وراء صلاة الظهر. هذه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا عن يوم السبت، يعني اليوم الثاني انتشروا في الأرض وليست يوم الجمعة. سلامة عقلك شيخنا. كم يعطى الإمام المهدي؟ يعطى ما أعطي سليمان، وورد عندنا إن ملكنا أعظم من ملك سليمان سلام الله عليه. عايز نصدق الكلام ده؟ كان ينتظر الناس بعد 40 أنه ألوف وعشرات الألوف من الإصابات، لما ما رأوا شيئا اطمأن الناس، اطمأن، وكأنه أخذوا تأمين من الكورونا من الإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام. شيخنا أريد أسألك حول مرجعية الصرخي، رأي جنابك بها. هذا الصرخي هو يقول أنه هو صلوات الابن تيمية، وهو محور وحدة الأمة ابن تيمية. هذا بايع نفسه للوهابية مرة واحدة. ليش؟ ما أخذ فلوس من الوهابية. هذا إنسان رخيص، إنسان رخيص. إن المصائب تنزل بصاحبك تباعا. سيد كمال الحيدري، أنا تقديري إلى أن علمه أكبر من عقله، وأنا أظن أنه عنده مرض، لأنه في حالة أعصاب، مرات يتكلم كلام غير موزون، وعنده تناقضات، عنده تناقض، فهذا أصيب بتناقضات ووقع فيها مسكين. لقد قلت صدقا يا ابن حرب. اهو ما اسيب لكم الحلقه وامشي بقى؟ ها؟ ما عدتش اشتغل. كرهتوني في نفسي وفي اسمي وفي علمي وفي شرحي وفي اعلامي وفي هدومي وفي بيتي وفي اولادي وفي عيلتي، وكرهتوني في الدنيا. حرام عليكم.